بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن حملة متسولين في حب الفقراء، اليوم ويانا حالة اللي هو الأخ والحبيب عباس خالد. هاي الحالة فريدة من نوعها اللي ما تسمى بداء الفيل. اليوم ويانا عباس راح يحدثنا عن حالته، ونحاول نوصل صوته لأصحاب الخير إنه يساعدونا ويستحصل له على تبرعات حتى نقدر نسافره إلى الهند لإجراء العلاج. ويانا عباس نقول لك ألف تحية لك عباس، ويا رب الشفاء العاجل. وللاخوان الطيبين واحفظ بكم واشكركم على المبادره. ألف تحية لك عباس. نحب تحدثنا عن شلون بدا وياك المرض، وشنو نوعه، وشنو اللي قالوا لك عنه. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، هذا المرض بدا وياي يعني من الولاده من الصغر، فسويت عدة عمليات هنا وما صار، من الولاده سويت عدة عمليات ما صار، قالوا لي اللي برا العراق يعني بالهند، يعني عالجت ويا عالجت ما صارت هنا، فقاعد يبين يعني اسوي كل، وانا ناس الطيبين يعني اخوتي وهاي بركه الله هم البنين. شنو الأعراض اللي تحس بي خلال يعني نومك، قعدتك، طلعتك، وشنو المضايقات اللي من خلال هذا المرض صارت لك يعني؟ مضايقات يعني صارت بي ضعف يعني بعد العملية سويتها هنا، يعني وباللبس شوية، ويعني بيها وجع من انام بالليل، يعني ما قاعد انام اتأذى بالليل، يعني تأذين كل شيء، يعني كل شيء اسمه مجاور. وضعكم المادي وحالة أهلك وهاي نتمنى أن توصلها للمشاهدين حتى من خلالها نقدر أن نوصل صوتك، وننتظر أصحاب الخير أن هم يسمعون ندائك. ويا ربي كل أصحاب الخير يفزعون فزعة مثل ما يشوفون أنه هو عباس أخوكم ويريد فزعتكم، لأن المرض مالته جاي يتوسع وأكيد راح يصعد على كل أنحاء جسمه. فشنو المناشدة اللي توجهها له للخير؟ والله انا المناشدة ان نوجهها له للخير، يعني يشوفون حالتي ويسوون لي جارة، يعني هنا ما صارت اي جارة لي. يعني عمليته يعني صعبة شوية، يريدون فلوس يعني ما يعني كلش برا بالهند ورادين بالشدتين، هذا سمعت انا بعد ما أعرف. إن شاء الله منظمة أحباب الوطن للفنون الجميلة ومؤسسة أحباب الوطن للثقافة والإعلام تناشد أهل الخير إنه يتبنون حالة عباس بما يقدرون به من ماديا أو معنويا أو عينيا. فننتظر منهم الرد من خلال منشورنا، والأرقام اللي راح تنزل 078116673779 أو 0770798795. ألف تحية لك عباس، ويا رب الشفاء العاجل. وكلمة توجهها إلى جمهور الديوانية والعراقيين بصورة عامة. والله انا اشكر جمهور الديوانية واشكر العراقيين جميعا، واشترك التخي حمود، واشكر الاخوه هنا وعلى راس ما قصرت وياي، واتمنى يعني بقرا فرصه يا حبيبي يا حمود. شكرا لك يا حبيبي. ان شاء الله يا رب صوتك راح يوصل لاهل الخير واهل الضمير الحي. طبعا احنا حكومتنا مثل ما تعرفون حبر على ورق، لكن احنا نقول اصحاب الخير ما راح يقصرون ويا عبوسي، وان شاء الله يا رب نوصل صوتك. الف تحيه. وهذا برنامجنا راح يكون متسولين في حب الفقراء، وننتظر من عندكم فزعتكم يا عراقيين يا ديوانيين، والف تحيه لكم.